أعود إلى الدكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب المنتخب عن قائمة التحالف الديمقراطي. دكتور مجدي، هل الأمور تسير إلى تصعيد برأيك؟ هل أنت متفائل بما هو قادم أم لا؟ يعني اسمح لي اولا استاذ محمود ان احيي الاخ العزيز الاستاذ علي السيسي بهذه الروح الحماسيه التي ينقلها من ميدان التحرير والتي فجرت ثوره 25 يناير. بالقطع للاسف الشديد الامور تتصاعد، لكن الكره في ملعب المجلس العسكري، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمه البصيرة ليجنب مصر شر هذا الصدام. بالقطع يجب أن لا يوجد من يتحدى إرادة شعب مصر على أجهزة استخبارات الموجودة في الشارع المصري أن تنقل نبض الشارع المصري للمجلس العسكري حتى يكون قراره في الاتجاه الصحيح. يعني تقول ندعو الله أن يلهمه البصيرة. هل الأمر يسير على هذه الشاكلة؟ يعني أجرينا لقاء في الجزيرة مباشر مصر مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وقال إن المجلس العسكري خصم وليس شريك في الثورة. يعني مصرنا جميعا، ورغم هذا الخلاف ورغم بوادر الصدام إلا أننا نود وما زلنا نحسن الظن أننا جميعا نريد الخير لمصر، وبمجرد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات أظن من الممكن أن نصل إلى توافق لصالح مصر وجدول زمني ينقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. عفوا دكتور مجدي، يعني هناك على ما يبدو فجوة بين الساسة وبين النشطاء أو الثوار. ليس هناك فجوة. الأستاذة هدى قالت أن حسن الظن يأتي بعد التوجيهات الإيجابية والصحيحة، وبالتالي نحن ندعو المجلس العسكري أن يستجيب لمثل هذا الكلام ويستجيب لمطالب المتظاهرين في ميدان. يعني في كم مرة من المرات السابقة استجاب المجلس العسكري لدعواتكم هذه؟ لا، هو الآن عليه أن يستجيب، لأن البديل هو آخر دواء الكي. آخر دواء الكي هو الصدام، ونتمنى ألا يحدث الصدام لأن هذا يأتي على الأخضر واليابس. إذا حتى الآن للأسف الشديد المجلس العسكري مطالب أن يقدم الكثير لشعب مصر حتى يرضى شعب مصر وحتى نجنبه الصدام. إحسان الظن لن يأتي إلا بعد التوجهات الصحيحة للاستجابة لمطالب الشعب. وبالتالي أظن أنه لا توجد فجوة. شكرا جزيلا للدكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب المنتخب عن قائمة التحالف الديمقراطي، وأشكر كذلك